السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أو صباح الخير، تحياتي ليكم جميعا. اعذروني على الصوت عشان لسه تعبانة. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. ما تنسوش اللي أول مرة بيشوفني ياريت اشتراككم للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللايك والشير لدعمكم ليا. باللايك والشير وتعليقاتكم جميلة على القصة عشان القصة توصل لكل الناس. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. قصة النهاردة عن واحدة بتقول: أنا جوزي أعلى مني ماديا، أنا وهو مبسوطين جدا، عندنا 3 أولاد، أنا بشتغل وهو كمان بيشتغل. جوزي بيشتغل شغلانتين، بيدخل لنا دخل في الشهر من مرتبه هو بس في حدود 20,000 جنيه 18,000 جنيه في الحدود دي. من فترة كده كنت قاعدة أنا وهو، أنا ولادي دلوقتي الكبير في أولى إعدادي وبنتي الأصغر منه في سنة 6 ابتدائي. المهم لقيت جوزي داخل وقاعدين مع بعض. بصراحة عمره ما خلاني أصرف مليم في البيت، عمره ما خلاني محتاجة لحاجة. أنا بشتغل وبيديني وبيصرف عليا، طيب جدا وعملته معايا كويسة جدا. كنا قاعدين مع بعض قاعدة كده في البيت، ولقيته بيقول لي ايه، انا عايزه اقول لك على حاجه. قلت له خير في ايه؟ قال لي انا بقول لك ايه، انا لقيته بقى بيقول لي على كل ممتلكاته وكل شيء عنده وكل فلوس وكل قرش داخله موجود في حياته. قال لي انا وارث من ابويا شقتين بأجرهم، عندي وديعه في البنك بتدخل لي كل شهر 35,000 جنيه، عندي ذهب 200 جرام غير الشبكة بتاعتي 50 جرام. فايه رأيك لو الفلوس بتاعتك اللي في البنك، انا حاسس ان الشركة هتصفي، او الشركة اللي انا فيها اللي مرتبها اكتر من الشغلانة التانية هتصفينا او هتقفل. حاسس ان هي بتفلس خلاص. هو ما حدش جاب سيرة كده، بس بما اني شغال في الحسابات فانا فاهم وعارف القصة ماشية ازاي. ايه رأيك لو نحط فلوسك على فلوسي ونعمل مشروع، او نجيب شقة ونأجرها مصيف، او نجيب شاليه في حتة كويسة ونخليه مصيف نأجره، يبقى قرش للزمن للولاد ودينا نزود دخلنا، او ناخد الفلوس اللي انت حطاها في البنك ونجيب بيها دهب نزود بيها الدهب ما بيخسرش، اهي تبقى حاجة للولاد. ولو جبنا شقة هتبقى برضو للولاد. ايه رأيك لو نعمل كده؟ بصراحة أنا سمعت الموقف ده منه بقيت مصدومة، مش عارفة أرد عليه أقول له إيه. مستني مني رد لأول الشهر، يعني بعد العيد. قال لي فكري، إحنا كل ده لولادنا، وإنتي فلوسي طول عمرها فلوسك وفلوسك فلوسي، إحنا الاتنين بنحب بعض المالنا واحد، يعني مش هتفرق يعني، ونجيبوا حاجة هتنفع للزمن، بحيث لو مشيت من الشغل ده مصروفنا الشهري ما يقلش وما يتأثرش بالوظيفة يعني. معرفتش أرد عليه بصراحة. ما قعدت فكرت مع نفسي، لقيته هو مش حارمنا من حاجة وعمره ما بخل عليا في حاجة. مش عارفة اتصرف ازاي ولا عارفة ارد عليه بايه. خايفة لو قلت له لا يقولك مستخسرة فيا، او ان هو يقولك بتحوش من ورايا ومش عايزة تديني، ومش عارفة اجيب له وجهة النظر ازاي ان انا مش عايزة اعمل كده. خايفة لا ياخد عني فكرة وحشة، او ان انا طماعة، او ان انا مش واثقة فيه اساسا. مش عارفة اتصرف ازاي ولا عارفة اقول له ايه. ويا ريته ما صارحني بالفلوس اللي عنده او بالاملاك اللي هو ورثها. على فكرة ده ورثه من ابوه وامه الله يرحمهم، عشان هو ابنهم الوحيد. انا مش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. بصي حبيبة قلبي، ان انت تحطي معاه وهو راجل كويس ان انتوا الاتنين تشاركوا بعض مفيش مشاكل، بس ان هي هتشاركوا بعض مثلا هتجيبوا شقة، الفلوس اللي انت هتحطيها هل هو هيكتبها لك باسمك وتبقى انتوا الاتنين الشقة باسمكم انتوا الاتنين، ولا هياخد الفلوس ويكتب الشقة باسمه، او هيعمل المشروع ويجيب مثلا محل والمحل هيبقى باسمه هو ولا باسمك انتي؟ لو هو هيكتب لك الفلوس اللي انت هتحطيها باسمكم انتوا الاتنين مفيش اي مشاكل ان انت تشاركيه، او ان انت تعملي تحطوا فلوسكم على بعض، طالما هيضمن لك حقك ويكتب لك حق. لو هو رفض الموضوع ده تعرف ان نيته سوء، وان هو مش هيديكي حاجة. والراجل اساسا لما بتبقى جري الفلوس في ايده او بيعمل مشروع بيغدر على طول بالست اللي معاه. مفيش حاجة اسمها كويس. النفوس والزمن بتغير بعد كده.
انا من رايي خلوا لكل واحد فيكم ذمه ماليه وخليكم عايشين زي ما انتم. يا عالم بقى لو الشغل اللي هو بيتكلم عليه ده صفى زي ما بيقول، طب ما عنده ايجار الشقق، عنده ايجار الوديعه اللي حاططها في البنك، الفلوس بتاعه الوديعه، عنده الذهب اللي عندكم، تقدري تقولي له برضو ما هو ده للولاد. وانت هل لما انت تكتبه باسمي انا مش هيبقى لولادي؟ ما في الاخر برضو في الاول ليا وليك ولولادنا. اتكلمي معاه بعقلانيه، بلاش بزعيق، بلاش تحسسيه ان انت مش واثقه فيه، ان انت مستخسره فيه الفلوس ولا حاجه. لا، اتكلمي على اساس ان انتوا عشان ما نحصلش مشاكل بيني وما بينك، خلينا زي ما احنا، خلي كل واحد ليه ذمته الماليه، وفي الاخر وفي الاول ليا انا وانت ولولادنا. قبل بقى بموضوع ان هو يكتب لك حقك، وان انت مثلا لو جاب شقه يكتبها مثلا باسمك، او الذهب اللي هيجيبه هيبقى باسمك. يعني الراجل طيب ما عندوش نيه غدر ولا اي حاجه، وكملي وشاركيه وما فيش مشاكل. لقيتي وانت بتقولي له اكتب لي حاجه باسمي في الطريقه اتغيرت او ليه او الكلام ده كله، او عايز يكتب كله باسمه، اوعك تديله حاجه ولا تشاركيه في اي حاجه من فلوسك. وخلي كل واحد فيكم ذمته الماليه لوحدها عشان ما يحصلش مشاكل لا قدر الله، او كل واحد فيكم او يغدر بيكي او انت تغدري بيه. خلي كل زي ما انتوا عايشين وكل واحد ذمته الماليه لوحديها. ده رأيي أنا. شوفي رأي الناس في الكومنتات هتقولك إيه. لايك وشير للفيديو، وأحلى تعليق على القصة من عندكم. تشاركوا ولا ما تشاركوش؟ دي قصتنا وحكايتنا النهاردة، وسلام عليكم.